مرحبا بكم في قناتي قناة كيكو بنكالو. اليوم ان شاء الله رايحين نديرو مع بعض خبز الكوشه بالقمح. شوفوا كيفاش خرج يهبل، خفيف فارغ من الداخل، والبنه توب. ما نحكي لكمش بنين بنين بنين. كما تعرفوا دائما القمح يجي بنين وصحي، الاهم انه صحي. فوالا انا هنايا رافقته مع شطيطحه تاع ليزابا هاهي وشوربه بيضاء. انا نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقه التحضير تاع الخبز تاعنا. بسم الله. هنايا في لو بول تاع الترموميكس ندير 2 كيسان ماء بحراره الغرفه، مغرف كبيره خميره خبز، نزيد نضيف عليهم مغرف تاع عسل، تقدروا تعوضوها بمغرف كبيره تاع سكر عادي، 4 كاس زيت زيتون، تقدروا تعوضوه ب4 كاس تاع زيت عادي، هو هكذا يكون صحي 100%. هنايا نخلطهم غير واحد 5 ثواني. السرعه ندير السرعه 5. هاو الخليط كيفاش يكون. على هذاك الخليط انا هنايا عندي فارينه القمح. ندير رايحه ندير 400 غرام فارينه قمح و100 غرام سميد رقيق عادي. نضيف الفارين هنايا. تقدروا ديروه غير بالفارينه وحده، تقدروا ديروه كيما انا حنديرو ونخلط له شويه سميد. وهذه المرحله اللي راني ندير فيها انا دوكا تقدروا ديروها بلا ترموميكس، بس خلطوه برك هكذا باليد شويه، ما يتدلكش ما تدلكوش، وغطيوه وخليوه يخمر. انا دوكا الترموميكس راح يدير هذه العمليه، هو اللي يخلطه. يعني لا ما عندكمش ترموميكس تقدروا ديروه باليد عادي. عندي هنايا 100 غرام تاع سميد رقيق، انا نخلطهم ندير كموت بيتخا. على الفارينه والسميد نزيد مغرف كبيره تاع ملح، نغلق الترموميكس، بيتخا نديرهم 3 دقائق يتعجنوا هكذا. العجينه هكذا تكون بزاف طريه، ما تخافوش منها، هي تكون هكذا. وكل ما يكون العجين هكذا طري يجي الخبز تاعنا خفيف بزاف. هاي كيفاش تكون. الا شفتوا العجينه جاتكم بلوس كو هكذا طريه بزاف ولا ناشفه، هذا يرجع لنوعيه الفارينه اللي استعملتوها. دونك ولا طريه بزاف زيدوا لها الفارينه شويه معليش حتى ترجع في هذا القوام، ولا ناشفه نزيدوا لها شويه ماء. هذا ما كان. دوكا نفرخها في لو بول اللي نخليها تخمر فيه. ندهن لو بول بالزيت ونحط العجينه. فرغت كامل العجينه. انا ندير له الماء ونخليه يتغسل هنايا وحده في الترموميكس. هاي العجينه تاعي كيفاش تكون. هاهي هكذا نغطيها ونخليها تخمر في مكان دافي. في الوقت اللي العجينه راهي تخمر انا درت الماء حتى النص تاع لو بول ونحطه هنايا. ندير
ندير له قطرات تاع اي برودوي تغسلوا به الماعن عندكم، غير هكذا قطيرات، ما تكثروش بزاف باش الرغوه ما تخرجش. هكذا نغطيه ونروحوا هنايا نحوسو على مود كلينينغ لافاج. هنايا ها هو هنايا عندكم الا خدمتو فيه كراميل عندكم اوبسيون، الا خدمتو فيه العجينه عندكم اوبسيون، تاع يونيفرسال عندكم بزاف لي زوبسيون. انا هنا نخير لا دوزيام دو هي العجينه تاع العجينه، يعطيكم 7 دقائق وهو يغسل فيه. ها هو كيفاش غسلو، راكم تشوفوه ديجا راه باين من الفوق. انا دوكا نروح غير نرمي الماء ونغسلو هاو كيفاش يكون، ونشلو ونشفو. نزيد نشلو ونمسحو. هاهو بعد ما نشفتو كيفاش يكون، نرجعو لبلاصتو، نحطلو هادي تاعو، هادي نحطها هنايا هنا، ونحطلو الباغومه تاعو، وكملت به دوكا الخدمه. نطفيه، وهذا هو الخبز بعد ما خمر. هذه هي العجينه بعد ما لميتها. نقسمها على 4 خبزات، 4. وهذه نقسمها على 2. عامل 4 خبزات تاوعي. دوكا انا عندي هذا هنايا، هذيك فرينه تاع القمح صفيتها وشديت هاد النخاله تاعها باش نرولي فيها الخبيزات تاوعنا. ها هكذا ندير، ندخلها هكذا هنا، نزيد لها شويه معليش، نخليها غير هكذا، ومن بعد نزيد نبلاطيها في بلاصتها وين راهي رايحه تزيد تخمر بور لا دوزيام فوا. نزيد الثانيه، نزيد نحطها مع الاخرى. هنايا كي حطيتهم كامل هاهم، دوكا نزيد نهبطهم هكذا، نهبط هذه ونكمل كامل مع اللي بقاو، ونغطيهم ونخليهم يخمروا بوغ اون دوزيام فوا. شوف كيفاش تكون العجينه، تكون هكا. نوريها لكم مليح. هنايا بعد ما خمروا دوكا نقسم هذا البابي هكذا وميليو في الوسط، باسكو نفردهم بالبابي سولفيريزي تاعهم. كنت ديجا سخنت الفوغ على 250 درجه، حطيت فيه سنيوات تسخن لداخل،
ونحط هاد الخبزات ديريكت على ديك السنيوه اللي سخونه. انا ديجا كنت طيبت زوج خبزات، كيفاش هذا وين خرجوا من الفوق. نزيد نطيب الاخرين. خلاص نخرجهم دوكا من الفوق. شفتوا كيفاش خرج بزاف بزاف خفيف. هايل وسخون بزاف. خليه يبرد ونشوفوه من بعد. وهذا هو الخبز كيفاش خرج. نقسمو واحده ونشوفو كيفاش جا من الداخل. قسمو. كيفاش جا. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الخبز اللي درناه كيف كيف. هاهي رافقته مع شطيحة تاع لي زابا وشربة بيضة. الوصفتين تلقاوهم في قناتي على اليوتيوب وفي التيك توك مام في الانستغرام. كنتم مع كيكو بنكهة. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى. باي باي. ان شاء الله.